حنحضر اليوم 4 حشوات مختلفة للسمبوسك كتير طيبين. حنحضر حشوة الشاورما، حشوة البيتزا، وكمان حشوة اللحمة وحشوة الدجاج. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك. خلونا نشوف الطريقة. أول شي حنحضره سوا حشوة اللحمة. عندي هون شوية لحمة مفرومة تقريبا شي 150 جرام. طبعا الكمية بترجع لكم على حسب ما انتو قديش بدكم تحضروا كمية. بدون زيت بدون شي بلشت هيك على نار عالية. طبعا فتتها لحتى تاخد لون. بعدين ضفت عليها بصلة متوسطة مقطع مربعات وقلبتها هيك معن لحتى تنشف السوائل تماما. وبس نشفوا السوائل وكانت اللحمة تقريبا استوت كمان والبصل دبل. حطيت الملح والتوابل، حطيت ملح فلفل أسود وسبع بهارات وقلبتن كتير منيح. وبعدين طفيت على النار وضفت بقدونس مفروم. أنا بصراحة كنت نزلت جبت بقدونس وجيت يعني فكانت بردت اللحمة شوي. المهم إنه ما تضيفوا البقدونس هي واللحمة على النار حتى هيك ما يتغير لون البقدونس. بس يفضل تكون اللحمة شوي فاترة كرمال هيك شوي صغير يدبل. وهيك بتكون جهزت حشوة اللحمة. وهلأ بدنا نحضر حشوة الشاورما. حطيت ملعقتين كبار من اللبن، الزبادي، مع ملعقة صغيرة من الثوم المهروس، شوية زيت زيتون، شي 3 ملاعق كبار، مع عصير حامض، كمان شي 3 ملاعق كبار من عصير الحامض. وحطيت الملح والتوابل، تقريبا ملعقة صغيرة من الملح، شوية فلفل أسود، ملعقة كبيرة من البابريكا، شي ملعقة صغيرة من سبع بهارات. وفيكن تضيفوا برش حامض إذا بتحبوا. خلطتن مع بعض كتير منيح. وبعدها ضفت عليهم الدجاج. أنا مقطعة الدجاج شرايح وبعدين مقطعتهم مربعات، يعني مقطعتهم مربعات صغيرة. تقريبا مستعملة صدرين دجاج. قلبتن مع التتبيلة كتير منيح وتركتن هيك منقوعين لمدة شي ساعة. فيكن تتركون أكتر كمان ما في مشكلة. هيك الدجاج بيتبل مزبوط. وبعد ما مرق عليهم ساعة حطيت المقلية على النار ونزلت عليهم بالحشوة وضليت نقلب فيها على نار عالية لحتى تنشف السوائل. تاخد شوية وقت طبعا، مش ضروري تقلبوا طول الوقت. بعد ما نشفت السوائل تقريبا ضفت عليهم شي بصلتين مفرومين ناعم وقلبتن حتى يدبل البصل. وبعدها ضفت شي ملعقة ونص كبار من الطحينة. هاي الحشوة طعمتها خرافية عن جد، لازم تجربوها. فيكم كمان تحضروا منها السندويشات، طعمتها مثل الشاورما الجاهزة. أنجأ دغري بقلبن شوي وبطفي على النار دغري. وهيك بتكون خلصت حشوة الشاورما وبننتقل لتحضير حشوة الدجاج. بمقلية على النار حطيت زيت زيتون، فيكم تستبدلوا بالزيت النباتي. نزلت عليه ببصلتين مفرومين ناعم، قلبتن هيك مع بعض كتير منيح لحتى يدبل هيك شوي البصل. بعدها ضفت عليهم ملعقة صغيرة من الثوم المهروس وقلبتن هيك منيح لحتى تطلع ريحة الثوم. وبعدها ضفت فوقهم 3 صدور دجاج مفرومين بمحضرة الطعام. حطيتن وعلى نار عالية طبعا بضلني اقلب فيهن هيك بفتت الدجاج وبقلبه لحتى يتغير لونه تماما. بعدها ضفت عليهم فليفلة خضرة مقطع مربعات، قلبتها شوي صغيرة وضفت عليها جزرة مبروشة كمان وقلبتها كتير منيح. وبعدين ضفت الملح والتوابل، ضفت ملح فلفل أسود كمون وسبع بهارات وقلبتن كتير منيح. وبعدها غطيت عليهم شوي على نار هادية لحتى يدبلوا الخضرة. بعد ما دبلت الخضرة طفيت على النار وضفت شوية بقدونس مفروم وقلبتن مع بعض كتير منيح. وكمان هيك بتكون خلصت حشوة الدجاج. وآخر حشوة حنحضرها هي حشوة البيتزا. بمقلية على النار حطيت شوية زيت زيتون، بعدها نزلت عليه ببصلة مفرومة ناعم وقلبتها هيك شوي.
ممكن انتوا تضيفوا مقانق أو هوت دوغ أو سجق إذا متوفر عندكن أو أي نوع لحوم تاني. قلبتها كتير منيح وبعدها ضفت عليها ملعقة كبيرة من رب البندورة، وضفت عليها ملح وأوريجانو وبودرة ثوم بعد ما قلبتها شوي مع البصل والزيت. قلبتن مع بعض كتير منيح، طبعا أنا مهدية النار شوي، وبعدها ضفت عليهم فليفلة خضرا مقطع مربعات وقلبتها معهم شوي، ورجعت ضفت عليهم شوية مي بسيطين وغطيت عليهم على نار هادية لحتى تتبل شوي الخضرة، الفليفل والبصل يعني قصدي. وبعدها كشفت عليهم وتركتهم تحت يبردوا. نقلتهم على كاسة لحتى أضيف باقي المكونات. ما كانوا بعد بردوا كتير بس إنه مقبولين. حطيت عليهم جبنة موتزاريلا وكمان جبنة قشقوان، فيكن تستبدلوا القشقوان بالتشيدر أو جبنة رومي. حطيت عليهم ريحان مجفف وكمان حطيت زيتون أسود شرايح، وقلبتهم مع بعض كتير منيح، وهيك بتكون كمان جهزت حشوة البيتزا. وهيك بكل بساطة حضرنا 4 حشوات مشكلة لسمبوسة رمضان، أو إذا حابين تحضروها بأي وقت. أنا عاملة فيديوهات قبل على القناة للسمبوسك لطريقة اللف، عادة بجيب العجينة الجاهزة، بتوفر وقت طبعا. وهيك بيكون خلص الفيديو تبعنا لليوم. إن شاء الله يكون عجبكن. إذا عجبكن الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكن إشعار بكل فيديو جديد بينزل على قناتي. إذا حابين أعملكن أي وصفة اكتبولي بالتعليقات. بشوفكن فيديو تاني بإذن الله قريبا. صحتين على قلبكن. سلام.